السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم وما كنتم حبايب قلبي. طمنا عن صحتكم إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بمطبخ ماما مريم. اليوم بدنا نعمل أكلة مصارين. في ناس بتقول لها سجقات، في ناس بتقول لها سندوانات، في ناس بتقول أنا جايبتهم منظفين خالصين بس بدي أعملهم بس هيك يعني تم هيك على الماشي. هلا خليكم معنا وأجيكم إياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي المحل لونه ما شاء الله يعني كله منظف وحلو كتير يعني وزراف ما شاء الله. بسم الله. انا كله هذا قلبته اول تنعت من اول وش وقلبت هون وسلح اجيكم بس وش تاني يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم تقصوها انتوا وفيكم تخلوها على طولها هيك اللي بدكم اياه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. غسيلها كتير يعني هلا هالصبايا صغار يعني بجوز يعني صعبوها كتير هالموضوع هذا، اما هي سهله يعني بس فيها تنظيف يعني. هلا كله صار عم يجي نظيف منظف يعني بس في منه بيجي بقلب الفوارغ بدكم تنظفوها. بس ما اكيد مو نصيحه تجيبيها بقلب الفوارغ. تجيبيها نظيفه وانت نطفيها هيك شوي بالزيت. طبعا لمحبين هاي الاكله اللي ما بحبها الله يعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيها تخين بيجي وفيها هيك رفاع. ذكرتنا بطبخة مرزوق. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بيضة مثل الثلجة. أنا قعدته بخل كمان وليمون ورشة ما زهر وشلتين ليمون نقعته فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بعد ما غسلتها هيك هلا بالشكل هذا صارت. هلا بدي اتبل الرز قدامكم ان شاء الله احنا وياكم. عندي هون كيلو رز، نص كيلو لحمه، شايفه الدهنه طيبه هيك شايفه صغيره. شي 100 جرام. عندي التوابل هون فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، ملح معلقه كبيره، فلفل ابيض نص المعلقه معلقه صغيره، زنجبيل معلقه صغيره. هي كل اختياري فيكم تستثنوا منه يعني. هي قرفه وهي كمون اللي ما فينا نستغنى عنها نحن الشوام، وهي بهارات السبعه. في ناس تحط لها عصفر بس انا ما بحط لها عصفر والله. ما بدها هيل؟ بدها رشه هيل مبلغ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطي نكهه طيبه بالرز هيك بالحشوه. براس المعلقة. وعندي هون كمان شويه زيت. بسم الله. هيك يعني بفرفد الرز عن بعضه بالزيت. هي مكوناتها كلياتها. هلا بدي خلطها. ضفت هوني كمان كركم معلقه صغيره براس المعلقه تقريبا، مو معلقه صغيره كامله يعني براس المعلقه. صارت الحشوه جاهزه. هلا بدي احشيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدنا نحشي قدامكم. انا حشيت كم وحده صغار بس هاي برجيكم شلون صغار بدي احشيهم. هلا اللي ما بتنحشى معها هيك صغيره فيك تدخلي هذا القمع هيك حطي بالمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي هيك بالمحفاره بينزلوا. كانت صغيرة اللي ما عندها خلق هي تطول بالها هيك على الحشي هاد. هلا فيكي تحشيها بايدك لان هي تمها واسع شوية بس انا عم برجيك شلون هلا ما في يعني ما في كبير فيهم بيناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني والله سهلة ما بدها شي بس يعني سبحان الله في ناس كتير يعني بتثقل همها انه شو يعني قشة سجقات بس هي يعني الحقيقة سهلة يعني. الصبايا اللي فكروا شغلها صعب هيك لا، شغلها سهل يعني بس بدها ممارسة الواحد يعني يتعود عليها بصير يعني هي سهلة قدامه. اللي بحبها ما بقول لها صعبة. ايوه هي اهم شيء. اللي بحب الاكلة هي بلاقيها سهلة قدامه. هي كتير طيبة مو يعني مفيدة كمان للركب لوجع الاجرين المفاصل كتير مفيدة. مريض الكوارع كمان كتير مفيدة لوجع المفاصل للركب لوجع الايدين والاجرين يعني. هي الاكلات كلها يعني المرأة تبعيتها كتير مفيدة. هلا انتو السجقة هاي هلا هيك الحشي هيك اسهل الحشي. اما ما تكون على الوش الثاني كانت بتلبك بالرز يعني بدخل الرز لقلبها لجوا. يعني لازم نحشي على انا بحشي هيك يعني لانه هي تمها واسع
بس هلا الصغيرة لا بدها محفارة، يعني بدها القمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الكفوف عم تزبطوا زي من قلب السجاير. هلا هيك في اللي بدكم بحبوا هيك كمان يربطها هيك يصيرها مثل عقد هيك صغيرة، اللي بحب يخليها مثل ما هي. ما شاء الله هي سجقة كبيرة هي. واهم شيء ما تكتروا بقلبها رز. ايه مشان ما ترزز. في ناس تحط حمص بقلبها، نحن ما بنحب الحمص بقلبها. كل واحد حسب الرغبة. كتروا لحمة بقلبها وما كتروا لحمة كمان حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على الطول، بتطلع لها مترين. هلا إذا حبيتوا هون بالنقطة هاي فيكم تربطوهم، هو كل وحدة هيك تعملوا لها عقدة هيك وتربطوها بخيطان. بتطلع مثل السجق، بتطلع يا شي شو بتطلع مثل النقانق. كلنا بتطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك هي حاجتها. ما شاء الله على الطول. بالله امسكي لشوف، راح امسك من اول وانت متر امسكي متر اكثر من متر. انا باكلها هي حجة. كلين. هلا حربت قدامكم وحده، يعني شغله اختياري، بدكم تربطوهن ربطوهن بس هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تمزدون التمسيده هي عشان ما يطلع الرز هيك كباتير كباتير يطلع بمكان واحد بعدين يتفرد على طولها، عشان ما يطلع بكم واحد. ما قالت الاموره. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ان شاء الله بساوي الكل وبرجع لكم شو بدنا نساوي فيهم بعدين. الكفة ما بعرف ربط الخيط فيه. صارت السجاد جاهزة، هلا بدي احطها على النار ان شاء الله، بس استووا ان شاء الله. وهي المي السخنة. هلا ما بنحط ملح هلا مشان ما تشد اللحمة ما تستوي. قبل ما انزلها بشوية بنحط الملح. بس انا بدي احط التوابل، عود قرفة، حبة لومي، بصلة، كم حبة هيل، ورق غار. ما يبلون كتير مشان تطلع هيك عقد المرأة. وهلا صارت تغلي وكان في عليها شوية زفرة شلناها، صارت هلا تغلي. بما انها عم تغلي رح نتركها هلا تقريبا ساعتين او اكثر، ما بعرف شو قديش تاخذ وقت بنخبركم بس نتفتحتها باذن الله. خليكم معنا. هاي الطبخة صارت جاهزة. هلا بدي اعمل هوني فتة سجقات. هاي المرقة حاطين لها ملح وحمض وثوم، حنكت منها شوية هون 3 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيلي بدوة باللبن، بدوة بيقولوا لها بدوة اللبن. هاي محطوط لها بس ملح ولبن. وقد ما فيكم تخففوا الملح، لانه لا تنسوا هون في ملح وهون في ملح وهون شوية ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اللبن هذا ثوم وملح. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتة صارت 2 بواحد، فتة سادة فتة بلبن. وهي المرقة وهي الاكل صار جاهز هلا، ولا تنسونا مصالح دعائكم وصينا لاعجابكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه. واهلا وسهلا فيكم مطبخ ام مريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.